اعيش عشان افشخ نفسي وافشخ كل اللي حبوني. ده دلوقتي بكل الانانيه اللي في الدنيا انا بفشخك الكلام اللي انا بقوله. مصر مش هي السينما الحديثه. السينما الحديثه خلت حياتنا مش لذيذه. بعض افلامنا ومسلسلاتنا عباره عن شقه دعاره رخيصه، شذوذ، سرقه، اغتصاب، حب ممنوع، كراهيه، فساد، برشام، حشيشك، كوكتيلك. كل ده تلاقيه في افلام السبوبه، وعقولنا منهوبه واحنا بنتساق، وعيالنا بتسمع وتشوف، وبيوتنا بتنهار. افلام السبوبه نازله في العيد مش هتخرج عن رقاصه بتتكلم بوسطها او صدرها بتحكي لنا هي ازاي وصلت، واحنا مش بناكل تطوره وعارفين هي وصلت ازاي. ده حتى شعار مرحلتها كل لما تقلع اكتر توصل اكتر واكتر. كل ده ما ينسكش البطل الهمام اللي ماسك سنجته ومقضيها برشام وعيشته كلها حرام في حرام، وفي نهاية الفيلم يموت البطل كلنا نعيط له، ولو عاش نفضل نسقف له، ونفسهم يكونوا الأستاذ. الحريم عندهم يا خانت يا بتخون يا هتخون، وانا مش زبون. بناتك يا بلدي انضف ما يكون، مش علشان فلوس تخش جيبك تقوم تشوه في بناتنا وشبابنا. فين افلام صلاح الدين؟ فين الشيماء؟ فين ونيس؟ ده اختصار للوضع الرخيص. انا مصري مش حين ميسرة ولا حلاوة روح. انا من افلامك اتسممت افكاري وكل جروح. انا 7000 سنة حضارة منقوشة على الحجارة. انا هرم واقف بإرادة وعمر الهرم ما يروح. زي اللي راحوا ممكن ينجرح بس انت السبب في جراح. اللايك ما بيعدش، الشير ما بيكهربش، السبسكرايب ما بيسحبش من النت.